السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ازيكم حبيبتي في الله، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل عصير قمر الدين. المقادير: نص كيلو خوخ وربع كيلو تفاح وربع كيلو جزر. كل دول الأول حاجة هنقطع الخوخ ونطلع منه البذر اللي جوه، ونقطع التفاح والجزر، وبعد كده نسلقه في مية، ونحط عليه كوبايه سكر بالمقدار اللي هوريهولكوا، وكوبايه ميه بالمقدار برضو اللي هوريهولكوا، او ان احنا نغطي الجزر والتفاح والخوخ بالميه. وبعد كده بعد ما يتسلقوا هندسهم بالمعلقه، وبعدين ندخلهم نعملهم في الخلاط. واحنا بنعمل في الخلاط برضو بيبقى عصره ليمونه ومعلقه سكر، وبعد كده بنخزنهم في الفريزر. ولما تحبي ان انتي تاخديه تحطي اكياس في الفريزر علشان خاطر انك يا دوبك تطلعيه على الشفشه على طول. بس كده، ويا رب الوصفة تعجبكم، وان شاء الله المره الجايه مع وصفه جديده.